مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى غرفة الاخبار، والان الى جولة في اخبار الجزائر العميقة. معك وسيلة جعرور، مساء الخير. مساء النور لك رفيق ولكل المشاهدين الكرام، اهلا بكم الى تفاصيل نشرتنا المحلية لنهار اليوم. تنمويا وعشية الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب، تم صباح اليوم ربط 428 عائلة بقرى ومداشر بلدية ينسيغ في ولاية خنشلة بشبكة الغاز الطبيعي وسط فرحة عارمة للمستفيدين الذين طلقوا معاناة عمرها سنين مع مشقة البحث عن قارورة غاز البوتان. التغطية لطارق مامن. قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة اليوم بوضع مشروع هام بتزويد بالطاقة الغازية، وهذا على مستوى بلدية أنسيغة التابعة لدائرة الحامة، حيث زودت كل من مناطق تدميت وكذلك جمري وعين صفا بالطاقة الغازية، حيث استفادت أكثر من 428 عائلة بالطاقة الغازية بطول شبكة توزيع تقدر أو فاقت 60 كيلو. اليوم طلقونا الغاز بعد معاناة طويلة، كنا بلاصة تاعنا باردة، كنا نقتنيو قارورة تاع الغاز من فرنقال من صيغة، والحمد لله